سلام البنات، مرحبا بكم في فيديو جديد. ان شاء الله يا رب يراكم كامل بخير وعلى خير وانتم تشاهدوا في هذا الفيديو. اذا كنتوا اول مره تشوفوا قناتي انا الشيف رزيقه، ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد الوصفات باذن الله. كما راكم تشوفوا رانا مازلنا متابعين في سلسلة وصفات رمضان إن شاء الله. جيتكم بهذه الحلوى اللي راهي دايرة ضجة كبيرة على مواقع التواصل، تاع الرشا، وثاني هذه الوردة الطروادي، وكملت معها أنا تاع الكافيه. بما انه التام ولا العجينة بذوق التيراميسو والقهوة، حبيت ندير معها ديكور ثالث. تجي حلوة ذو في الفم صراحة، وشكل ومذاق. راح نشوفوا مع بعضنا المقادير تاع العجينة. هنا في ريسبيو درت 250 غرام مارغرين بدرجة حرارة الغرفة، درت معها 2 مغارف سكر ناعم، 2 مغارف نشا مغربلين مصيرين. راح ندير معاها مغرفة كبيرة من عطر التيراميسو. تروحي لأي محل حلويات يعطيك عطر التيراميسو، راح تلقوه في دوز كبار وهو يعطيكم دوز صغار، دير قيس 10,000 15,000 هكذاك. وراح ناخذ معاها كذلك ملعقة صغيرة من قهوة سريعة الذوبان، ولا تقدر تديري الكيس هذاك الصغير يتباع بالفين فرنك. راح ندير معاه بيضة كاملة. هنا راح ندير معاه قرصة تاع ملح. هنا حبيت ندير بيضة كاملة انه تجي هذه الحلوة ياسر هشيشة. كذلك درت معاها 2 مغارف زيت، نسيت ما قلت لكمش. تجي هشيشة ياسر، على بها درت بيضة كاملة. وراح نضربها كامل بالباطور كيما راكم تشوفوا حتى نتحصل على الكريمة ممزوجة، تتحول من اللون البني او البيج الغامق للبيج الفاتح. لازم نطلعوها مليح حتى تمزج المكونات كامل بهذه الطريقة. صراحة هذه حلوة يعني جد مذاقها خيالي. ذوق القهوة وعطر التيراميسو عفوا ادوها لبلاصة أخرى يعني. وتجي شيشة روعة روعة كتغيير، يعني لاباط صابلي ما نبقوش نديروها غير فاني، نديروها شوكولا، يعني كتغيير نشوفوا جديد تاع هذه الحلوى. بعد ما تحصلت على هذه الكريمة البيج فاتح كما راكم تشوفوا، درك راح نلمها الفرينة كنت صيرتها. وهنا راح نعمل معاها كيس خميرة حلويات. انا نحب الصابرين، نحب ندير فيهم خميرة الحلويات انها تزيد تمد هشاشة اكثر للحلوى تاعكم. وراح نبدا لمها بالفرينة بشوي بشوي حتى نتحصل على عجينة طرية وما هيش متلاصقة. ودايما كل واحدة والفرينة تاعها، اللي تشرب واللي ما تشربش. تحصلت على هذه لاباط، شوفوا كيفاش طريه وشاده روحها وزاده ماشي تتلاصق ياسر. نحطها في كيس بلاستيكي ونخليها ترتاح لمده نص ساعه في المطبخ. هنا دائما فرش كيس بلاستيكي فوق الكونتوار ونقسم لاباط تاعي على زوز. هنا بنفس العجينه درت 3 اشكال، وكل شكل درت منه 12 حبة بخلاف الشيت اللي قعدت. وهذا هما البورت بيس راح نستخدمهم، تاع الزهرة وهذا تاع الريشة الكاري صراحة شفت هذا الموديل وعجبني ياسر، وقلت بما انه النوع هذا راح تاع القهوة راح ندير ليه الديكور الثالث هذا تاع القهوة. راح نحل لاباط تاعي بهذا الشكل من غير ما نضيف لها فرينة ولا اي شيء على كيس بلاستيكي تجيني سوا سوا. باش بعد لي شيت هذيك تقعد نلمها ما تيبسش ليا في الاخر، تولي تعطيني حبات صابلي مكمشين في الطياب. هكا باش نتحصل على كامل الكمية كيف بعضها كيما اول حبة لاخر حبة. حلال بالحلال بالطريقة هذه كيما دائما نشوفوا هنالك تاع العجينة. لمها بصباعي بهذه الطريقة ونحلها بسمك ما هو رقيق وما هو خشن، والشكل كامل العجينة تاعنا بنفس الطريقة بالزهرة كما متعودين معايا. ديما نقول لكم حطوا البورت بيس ورفدوا يديكم، ما تبوجوش حبة الصبلة تاعكم باش ما تصغرش معاكم في الطياب ويتبدل شكلها. وهذه الطريقة كامل الاشكال
كامل في 3 الكاري تاع الريشه والزهره، ونحطوهم يطيبوا من الفوق والتحت ونعاود نرجع لكم. كيما راكم تشوفوا البنات، طيبت الصابلي تاعنا بهذه الطريقه وجالي شكله باشبه بالكوكيز. وماما يعني الملمس تاعو المرمل تحسبوا، قالت لي درتها غريبيه بشكل جديد ولا وشي يا اخي. قلت لها راهو صبلي، قالت لي جا يهبل يفتت، قالت لي مذاق والجو تاعو جا مختلف، ماهوش كيما في مد ذوق التيراميسو والقهوه. تمد فرق في النكهه ياسر للصبلي. هنا نجو للكريمة تاعنا، راح نعمل مع بعضنا كريم وبير بنفس الذوق. درت هنا 125 غرام من المارغرين، درت عليها ربع كيس تاع الزيت وطلعوهم شوية مع بعضهم بهذه الطريقة. راح نضيف عليها كيس غير ربع من السكر الناعم، وراح نضيف كذلك عطر التيراميسو للكريمة. ما حبيتش نخرج على ذوق الجاتو، حبيت يجو يعني نكهة واحدة. وراح نضيف عليه كذلك حوالي 3 مغارف ما همش مليانين من الحليب نستلي. راح نخلطهم مع بعضهم كامل في الرسبيون بالباتور حتى تحصل على كريمة لونها فاتح وهما مزوجة. راح نطلعها بالباتور ونخدمها مليح. فانا لازم الكريم وبرد تخدم مليح، شوف كيفاش يتبدل لونها ويتضاعف الحجم تاعها. خليتها شويه تبرد بجي، ودركا راح نعمر حبيت الصبلي تاعنا بالكريم وبرد. حطيتها فيها بوشادوي، راح نبدا نعمرها بهذا الشكل. سامحوني البنات لافوا تاعي اليوم تعبه ياسر، كنت مريضه وما زلت مريضه، لكن غير عييت حبيت الوصفه ذيك عديره ضجه، حبيت نشاركها معكم بطريقتي ونعطيكم افكار تقدروا تديروها للعيد والمناسبات. بما انه جاني كومنتير في وصفة ديليس رافايلو، قالتي وصفات اقتصادية للعريس. حبيبتي يقولك هذه نوعا ما اقتصادية، ما نقولش اقتصادية لانه الاقتصاد راح في غلاء السلعة، على بالها ما بقتش حتى حاجة اقتصادية. ما هذيك تشوفي شكل تاع حلوة برستيج وراقية وجديدة في نفس الوقت، يعني تجي مليحة للعريس والمناسبات. الله غالب الغلاء اللي عايشين فيه دركا، ما عادش ما عندناش عارفين حتى وش هو الحاجة اللي نقتصدوا فيها والحاجة لا. هناك حشو اضافي درته من الداخل، درت نفس حليب نسلي في الوسط مع الكريمه. ما حبيتش نخرج خلاص من الاذواق اللي عملتها في هذا الجاتو، حبيت الجو يجي منسجم مع بعضه كامل. وراح نلصق حبة في حبة فوق بعضهم بالطريقة هذه، ونليسي الجوانب ونحطوهم في الفريجيدير ولا في الكونجيلاتور يبردوا بيا ويشدوا رواحهم. وراح نوروكم دركا الديكور. بالنسبة للديكور كما راكم شفتوا، ما باني درت 3 اشكال، راح ندير 3 ديكورات. اول حاجة هذا المول كريستال تاع الريشه، هذا شريط صافي نطاع من 2019، راني عاودت خدمت جبته باش نخدم بيه. وهذا المول تاع سيليكون تاع القهوه. والمول الجديد اللي راح نخدم به اليوم اللي هو هذا تاع الورده طروادي، يدير 35,000 وامبورطاسيون. شوف كيفاش روعه، يجي يهبل يدير غير 35,000 فقط، ماهوش تاع لوكال ولكن امبورطاسيون. شوفوا كيفاش يجي شكله طروادي وشكل الورده يجي متحوف. هنا ذوبت 300 غرام شوكولا بالحليب، زدت لها 3 مغارف زيت، حركتها مليح. ودركا راح نعمر لي موتيف تاع الشوكولا تاعنا. هنا تحبوا تخدموهم مع جيد السكر، تحبوا تخدموهم بالشوكولا. انا هنا الموضوع كامل درتو شوكولا في شوكولا. نعمرهم بالطريقه دي، تحبوا بلا بوش ولا بالمغرفه عملت انا. المهم تخدموا بحاجه اللي تريحكم.
الريشات كاملهم كامل في هذا المول كريستال نحطو في الكونجيلاتور يجمدو. ننتقلو للموديل الثاني اللي راح نعملها غير في الكوتي تاع المول تاع الكافي. بما انه قلت الصبلي تاعنا فيه القهوة فيه ذوق تيراميسو، راح نعملو ديكور ثالث، وهكا تجيكم تشكيلة تاع حلويات من عجينة واحدة تقدروا ديروها بثلاث ديكورات مختلفة. نديرها غير في الكوتي تاع المول كما راكم تشوفوا مستطيل، نجي في القرون تاعو كما نقولوا نحنا، ونعملوا شوية تاع شوكولا يجي بشكل مثلث، وهكا تطبع علينا حبات القهوة في الشوكولا. والمول الثالث جبت هذا المول تاع الوردة ودرت فيه الشوكولا بهذه الطريقة، وتقدروا ديروا حتى هو لاباطة سكر مرا. بعد ما تجمد كامل شوف كيفاش تفتحها بكل سهولة. شوف تجي الشكل الوردة تحفة، واقفة طروادي تجي تهبل يعني صراحة تغرمت فيها شكلها يهبل. وكذلك هنا راهم الريشات تاعنا جمد وسيبور راح نحيهم بكل سهولة. شوفي شكلها يبري على الكيف. حنديرو معنا في لاصيات هذه. كذلك هنا بعد ما نحيتهم كامل جبت هذا المول تاع الكافي من الكونجيلاتور ونحي الحواف بهذه الطريقة. حق جا موديلهم يهبل. شوفوا شوفوا شكلها كيفاش جاء حلو ما شاء الله. وهكذا درك البنات بعد ما كملتهم كامل شوفوا الديكور تاع الريشه. طبعا كيما راكم تشوفوا راح ندير لي كوتي تاعها كامل بالنكري دوري. كيما نكري دوري راكم شفتوه معايا في الفيديو السابق وفي فيديوهات سابقه اللي ديما نخدم به تاع الماجيك كيك، هو اللي ما نبدلوش النوعيه الجيده. حاولوا هناك تعودوا ديروا في الريشه البنات، ما تمسوش بصبعتكم في النص ياسر باش ما تبقاش البصمه تاع صباعكم في الشوكولا. ولا حسيتوها هكا بدات تذوب حطوها في الفريجيدير ولا في الكونجيلاتور تقعد بارده واخدموا بالحبه. ولا ديروا الكوانتي باش هكا ما تاثرش حراره اليد على الشوكولا. هنا بعد ما كملتهم كامل راني جبت حبة الصبلة تاعي من الكونجيلاتور بعد ما بردوا، راني دركا نقلاصي فيهم بالشوكولا بهذه الطريقة. هنا دارت لي حوالي 38 حبة صبلة. انا درت كل شكل منه 12 حبة، واللي شيت لي قعدت الكاري درت منه تقريبا 14 ولا 15 حبة. ما ليش متأكدة، اللي متأكدة منه اني عملت 36 حبة، يعني 3 اشكال من كل واحد منه 12. وهكا كتحبوا البنات نصيحة اللي ديما نقولها، انكم الصبلة طيبوه ما تخلوشه ابيض، اعطوه هاك اللون الاحمر هذاك منها يجيكم هشيش وكريستيان، وزيد يطول في المدة ويعطيكم صافي كي تخبيه لمدة شهر يقعد مليح. خاطر شكون يقعد اخضر يولي ما يطولش معكم في المدة. لصق لي موطيف تاعنا تاع الشوكولا فوق حبة الصبلة مادام الشوكولا ما زالت ما نشفتش مليح بهذه الطريقة كما الكاري في الكوا كما راكم تشوفوا. لصقهم معاها، ولا الريشات راني لصقهم في النص بهذه الطريقة. هنا هاي الطريقة اللي قلت لكم عليها البنات. بديت الشوكولا هنا تاخد درجة حرارة المطبخ وايدي سخونة، فما حبيتهاش تتأثر بحرارة يدي. لبست لها الجوانتي بهذه الطريقة ونخدم بكل أريحية. تولي الجوانتي هنا تعمل مادة عازلة بين الشوكولا وحرارة اليد، وأمام طبعا ما تخليليش البصمة تاع ايدي في الشوكولا وتقعد تبري. هنا كما راكم تشوفوا بعد ما لصقتها نقدر ندير هذه الدوري في الاشكال تاعنا. وهنا كذلك البنات قلاصيت حبل الوردات
جبت لابروس هذه تاع دون فريز، لازم تكون نظيفة، تاع غير تاع الحلويات. درتها في الناكري دوري، وراني نعمل فك الرشيت هذوكم على وجه الوردات بهذه الطريقة. وراح نلصق فوق منها هذه الوردة التروادي بالشوكولا بهذا الشكل. نعمل شوية شوكولا ونلصقها بهذا الشكل. تقدروا تبدلوا الشكل البنات وتديروه مدور. هناك لمسة إضافية راح نزيدو طي دور في النص تاع الوردة بهذا الشكل. فوالا البنات، لحقنا نهاية الفيديو تاع نهار اليوم. ان شاء الله تكون عجبتكم وصفة اليوم، الاشكال اللي عملناها. ان شاء الله تجربوها وتنجحوا فيها، وما تنسوش تدعمونا باللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد القنوات. وقولوا لي في التعليقات واش تحبوا نزيد لكم من الوصفات. سلام.